انا عارفه ان انا في رمضان مش في العيد، بس الحقيقه ان هي طلبت معايا فته، فيلا بينا كده نعملها مع بعض. عندي هنا صلصه وعندي هنا الثوم. حلتي الصغيره حاطه فيها حبه زيت، وهنزل بالثوم كده. مش عايز ينزل، نزل اهو. هقلبها لحد ما تاخد لون احمر خفيف، لان بحبش التومه تتحمر على الاخر. دلوقتي بقى اضيف معلقه خل. بسم الله. وهنزل بعصير الطماطم، واسيبه بقى يستوي. دلوقتي بقى انا بعمل الدقه بتاعت الفته. يا جماعه دقه الفته بيتحط لها كبشه من الشوربه بتاعت اللحمه، بس انا ما بحبش شوربه اللحمه، فمش هحط حاجه بصراحه. حابين تحطوا انتوا حطوا. تمام. هو كويس ان انا اتصالحت مع اللحمه يا جماعه. كفايه كده. بسم الله. يلا خليهم بقى. هزود شويه ميه. واخر حاجه بقى عصره ليمون كده، بحبها قوي في الدقه، سواء دقه فته دقه كشري اي دقه، بحب قوي عصره الليمون. احط بقى كزبره وكمون وفلفل اسمر. الدقه دي احط لها فلفل اسمر عشان فته ولحمه. وغلوه واحده وهرفعها من على النار. والصلصه يا جماعه ظبطت الملح بتاعها، حطيت لها كزبره وكمون وفلفل اسمر وقلبتها. ودلوقتي هطفي عليها كده. تاني حاجه كمان جهزت معايا. قطعت العيش بتاعي ويلا بينا بقى على الزيت عشان نحمره. حمر عيش الفته. عايزه اقول لكم ان اكتر حاجه بحبها في الفته هو العيش المحمص. خلصت تحمير العيش. شايفين جماله يا جماعه؟ تحفه. اللهم اني صايم. حطيت له رشه ملح ورشه كمون بسيطه خالص كده. بسم الله. طيب دلوقتي بقى اول حاجه هعملها، هحط حبه دقه كده على العيش المحمص اللي انا حطيته تحت في الطبق. بس خلاص. هو رز الفته ابيض، بس انا ما بحبش الرز الابيض، فعملت رز حبه وحبه. احطه فوق العيش كده. يا جماعه شكل الطبق تحفه اهو. عملت الشكلين دول. هحط على العيش بقى، هحط على العيش دقه وصلصه. ادي الشكل النهائي للفته بتاعتنا. ودي الحاجات الزياده هنحطها جنب الاكل. قولوا لي بقى ايه رايكم. على فكره انا اول مره اعملها. لو عجبكم بقى الفيديو وعجبتكم الطريقه بتاعتي، ما تنسونيش بقى من اللايك والشير والاشتراك في القناه. ونتقابل فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه. باي.